في ليلة 28 مارس 2006 كان برايان شافر طالب في كلية الطب في جامعة ولاية أوهايو يحتفل مع أصدقائه بمناسبة عيد ميلاده 27 في أحد الحانات الشهيرة في منطقة الكامبوس، والتي تعرف باسم ذا شورت بار. كانت الأجواء مرحة ومليئة بالضحك، وقد قضى برايان وقتا ممتعا مع أصدقائه، حيث تناولوا المشروبات وأخذوا الصور. كانت تلك الليلة تعتبر واحدة من أجمل الليالي التي قضى فيها مع أصدقائه، لكن ما لم يعرفه أحد أن تلك الليلة ستتحول إلى كابوس. حوالي الساعة 11 صباحا قرر برايان التوجه إلى حانة أخرى بالقرب من الحانة التي كانوا بها. تم تسجيل دخول برايان في كاميرات المراقبة الخاصة بالحانة، لكنه لم يظهر في أي من الكاميرات أثناء مغادرته، وهو ما أثار الشكوك حول مصيره. بعد مرور الوقت بدأت أصدقاؤه يشعرون بالقلق، وعندما لم يتمكنوا من العثور عليه قرروا إبلاغ الشرطة. في اليوم التالي أبلغ أصدقاؤه عائلته عن اختفائه. قامت الشرطة ببدء تحقيق واسع، وشمل ذلك مراجعة كاميرات المراقبة في الحانة وأماكن أخرى بالقرب منها. لكن الشيء الغريب هو أنه لم يتم العثور على أي دليل يربط بين برايان والمكان الذي كان فيه بعد مغادرته الحانة. تم فحص جميع المداخل والمخارج، ولم تكن هناك أي آثار له، كما لو أنه اختفى في الهواء. سرعان ما بدأت الصحافة المحلية بتغطية القصة، وتحولت قضية برايان إلى قضية وطنية. أصدرت الشرطة العديد من البيانات الصحفية، ونظم أصدقاءه وعائلته حملات للبحث عنه، بما في ذلك توزيع الملصقات وعقد مؤتمرات صحفية. أشير إلى أن برايان كان شابا محبوبا ومجتهدا، ولا توجد أي أسباب واضحة لاختفائه. كانت عائلته تشعر بالقلق والخوف، بينما كانت التوقعات تتزايد بشأن مصيره. بعد أسابيع من البحث لم تظهر أي أدلة جديدة. برزت نظريات متعددة حول ما حدث له. بعض الناس يعتقدون أنه قد سقط في نهر قريب، بينما يرى آخرون أنه قد تعرض للاختطاف. ومع مرور الوقت بدأت القصة تأخذ منحا غامضا، مما زاد من تعقيد القضية. استمر التحقيق لأشهر طويلة، لكن لم يتم العثور على أي أثر لبرايان. عائلته التي لم تفقد الأمل استمرت في تنظيم الحملات وتوزيع الملصقات. بعد مرور عام تم إعلان اختفاء برايان كقضية غير محلولة، ومع ذلك لم يكن هذا هو نهاية القصة. في عام 2018 قامت شبكة ABC بتغطية جديدة لقضية برايان شافر، مما أعاد القضية إلى الأضواء. استمرت النظريات حول اختفائه في الانتشار، لكن لم يتم التوصل إلى أي دليل ملموس. تبقى قضية برايان شافر واحدة من أكثر حالات الاختفاء غموضا في التاريخ الأمريكي، حيث تظل الأسئلة بلا إجابات والأسرار بلا حل. فماذا حدث لبرايان شافر؟ هذا السؤال سيظل مطروحا لعقود قادمة، مما يتركنا نتأمل في الغموض الذي يكتنف اختفاءه. تعتبر قصة برايان شافر تحذيرا حول أهمية الانتباه للأصدقاء والمشاركة في رعاية بعضنا البعض، فهي ليست مجرد قصة اختفاء، بل تذكير بأن الحياة مليئة بالألغاز، وأن بعض الأسرار قد تبقى مدفونة إلى الأبد.